كان أبو مسلم الخولاني الراوي عن أبي ذر إذا روي هذا الحديث أو أراد التحدث بهذا الحديث كان يجلس جلوس السجدتين أو جلوس ما بين السجدتين ليتحدث بهذا الحديث. اسمع وتمعن. لا يحدث ولا يتكلم بهذا الحديث إلا وهو جالس ما بين السجدتين وهو يتجه القبلة بعظم هذا الحديث. اسمع. وهذا الحديث أعظم حديث رووه أهل الشام. اسمع. يرويه أبو مسلم الخولاني أخرجه إمام مسلم، ويرويه أبو مسلم الخولاني عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، وهو الحديث قدسي. هذا الحديث قدسي، ومعنى كلمة قدسي معناته منزل من السماء. يعرفنا الله عز وجل بنفسه من أنا حتى نحبه أكثر، حتى نخافه أكثر، حتى نعرف قدر الله. لا ندخل في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. يقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسيته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد ما نقص في ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي